صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا كويسين وعيد سعيد عليكم. انا النهارده هعمل ريفيو ما بين صبغه لوريال ميجاريل كول كفر وما بين صبغه كي جي. هنصح السيدات اللي بتعاني من الشعر الابيض وعايزه صبغه قويه تعمل تغطيه قويه للشعر الابيض. فانا اول حاجه هنصح بيها هي صبغه لوريال ميجاريل كول كفر، علشان في منها لون تاني اللي هي صبغة عادية، لكن الكول كافر دي متخصصة اكتر في تغطية الشعر الابيض. تمام. رقم الصبغة دي 8. اوكي. ممكن تستخدمي معاها اكسجين كريم 20% او 30% الميجاريل كول كفر، لانها بتغطي الشعر تغطية قوية جدا للشعر الابيض. طبعا تعالوا نفتح الصبغة نشوف شكلها من جوه. شكلها هيبقى كده. تمام. بجد من افضل انواع الصبغات اللي انا جربتها في كل الانواع المختلفه اللي انا جربتها، حتى افضل على فكره من كي جي بالنسبه لتغطيه الشعر الابيض. تمنها مش هيزيد عن 120. تمام. اما الكي جي انا جبتها ب 125. مش عارفه باين كده ولا لا. اوكي. طبعا صبغه لوريال ميجاريل يا بنات هتدي لون اشقر ساندري. لو ضفتي معاه هتضيفي معاه دي 7.3. طبعا صبغه لوريال ميجاريل الكول كفر تقدري تستخدمي معاها اكسجين كريم 20% او 30% حسب درجه شعرك واللون اللي انت عايزاه. بس هنعمل تركه ان مع ال8 من لوريال ميجاريل هتضيفي شويه من صبغه رقم 7 او 7.3. تمام. زي كده الكي جي اهي، ده رقم 7.3. اوكي. وعلى فكره الكي جي تمنها 125 جنيه. اوكي. هتدربي الصبغه بتاعتك. طبعا لو انت عندك 7.35 من لوريال ميجاريل مع ال8 هيدي لون رائع جدا، هيدي اللي هو الاشقر الساندري، لون كده شيك وجميل جدا، وفي نفس الوقت هيعمل على تغطيه كامله لشعرك الابيض. تمام. لكن لو ما عندكيش طبعا لوريال ميجاريل 7.0 او 7.35 ممكن ان انت تستخدمي 7.3 من كي جي. اوكي. الكي جي دي لوحدها لو استخدمتيها على شعر في شعر ابيض يعني التغطية هتكون ضعيفة. تمام. لازم تخلطي اللون ده مع لون تاني، زي مثلا ال8 0 على 7 0، وزي ما قلت لكم كمان بالنسبه للوريال ميجاريل. بس انا بشوف ان اللوريال ميجاريل ده لون اشقر قوي في تغطيه الشعر الابيض. وطبعا هتضيفي مع الصبغه الرقم 8 اي لون من 7 0 او 7.35 هتديكي لون اشقر رائع جدا. تحسي كده انه لون اللي هو اللون بيسموه ايه، الاشقر الساندري، ده اللون اللي تحسي اشقر كده هادي ولون شيك جدا. ان شاء الله هيعجبكم. وده بالنسبه طبعا لو لون شعرك في البنيات الغامق. اوكي. انا ما بقولكيش يبقى شعرك اسود قاتم وهيدي لون اشقر ساندري لو حطيتي ال8 0 مع ال 7.35 او 7.3 من لوريال ميجاريل. لا، لازم درجات شعرك تبقى في البنيات علشان يدي لون اشقر وسط كده، لون رائع. تمام. وهتستخدمي معاها الاكسجين 20% او 30% حسب الدرجة اللي انت عايزاها او حسب التفتيح اللي انت عايزاه. تمام. فانا انصحكم يا بنات من لوريال ميجاريل. وطبعا انا قلت لكم استخدامات الصبغه ايه.
استخدامات الصبغه لازم تحطيها ما تزيدش عن من 15 دقيقه ماكسيمم لحد 20 دقيقه. فروه الراس لازم تبقى نظيفه، الشعر جاف، مفيش اي زيوت فيه، مفيش اي التهابات في فروه الراس او اي حبوب في فروه الراس عشان ما يتعملكيش اي التهابات. غير كده طبعا الصبغه لوريال ميجاريل هي امنه تماما للاستخدام، وكذلك الكي جي. هتساليني طبعا ان الاتنين سعرهم مقارب وسعرهم واحد، هتنصحيني ايه افضل حاجه احط فيها فلوسي واستخدمها؟ هقولك اللوريال ميجاريل، مفيش كلام. انا جربت باليت، جربت جارنيه، جربت الكي جي، بجد التوب فيهم هي اللوريال ميجاريل كول كفر. وبالنسبه للبنات طبعا اللي ما عندهاش شعرات بيضه تقدر تستخدم اللوريال ميجاريل اللي هي العاديه، هتلاقي تقريبا العلبه بتاعتها لونها اورنج زي دي بالظبط. اوكي، اتمنى ان فيديو النهارده يعجبكم ويكون الشرح كافي ووافي، وعملنا مقارنات بالنسبه للسعر وبالنسبه للالوان. دي هتصبغي بيها لوحدك اللي هي الاشقر 7.3 من كي جي، مش هتغطي لك الابيض قوي، لكن بالنسبه للبنات شعرها ما فيهوش ابيض، فالكي جي هتديهم اشقر متوسط، هتديهم لون حلو برده بالكي جي، ده بالنسبه للشعر اللي ما فيهوش ابيض. اما بالنسبه للسيدات اللي بتعاني من الشعر الابيض فانت هتستخدمي اللوريال ميجاريل كول كفر 8.0، هتحطي معاها 7.3، هتحطي كده حوالي ربع بس الانبوبه وتخلطيهم مع بعض، هتديكي نتيجه رائعه جدا وهتغطي لك الشعر الابيض. اتمنى فيديو النهارده كان مفيد وكان مختصر، هستنى تعليقاتكم، هجاوب على كل اسئلتكم، واشوفكم في فيديو جديد مع ريفيو جديد. باي باي يا حبايبي.